السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. متنسوش الدعوة الحلوة منكم لأبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هما أمواتنا جميعا يا رب العالمين. طريقة البيتزا بقى التحفة دي حاجة كده خيال. عملنا سحور وفطار في نفس اليوم، يعني عملنا فطار وسحورنا بنفس اليوم ب4 كوبايات دقيق. عملنا فطار وسحور وربما يكون سحور كمان لتاني يوم. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين. بصوا ادي صينيه كبيره جدا، اللهم صل على النبي. وادي كمان واحده، وادي كمان الثالثه، اللهم صل على النبي ربنا يبارك يا رب. وادي الرابعه. ب4 كوبايات دقيق عملت 4 صواني كبار جدا ينفعوا فطار وسحور، وقلنا نغير وننوع. تنسوش اهم حاجه تعملوا اللايك، الناس اللي بتنسى اللايك تعملوه لي، واعملوا مشاركات وتشير وسبسكرايب وكل حاجه حلوه اعملوها لي. وكملوا بقيه الفيديو وشوفوا 4 كوبايات دي عملوا البيتزا دي ازاي، عملوا كل العظمه دي اللي انتوا شايفينها دي ازاي. اللهم صل على النبي. اشوفكم على خير وكملوا الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. هنحط 4 كوبايات دقيق، لا هنزود ولا هننقص. 4 كوبايات دقيق يا جماعة. عملت حاجة تحفة. فطرنا الحمد لله رب العالمين، واتسحرنا الحمد لله ألف حمد وشكر. وبقى برضو تاني ولاد مرضوش برضو طبعا يتسحروا، فحطيته بقى ايه في الفريزر، حطيت الباقي في الفريزر. 4 كوبايات دقيق عليهم باكو خميرة فورية، وعليهم معلقتين لبن بودر، وشوية بقى زعتر حلبي تحفة. بصوا بيتزا هات، ولا تقولوا بقى بيتزا هات ولا بيتزا كوين ولا بيتزا، بصوا انواع البيتزا اللي تخطر على بالكم. عملتها حكاية وتحفة. والعجينة مع الزعتر حاجة كده خيال، ريحة وطعم مش عايزة اقول لكم. تمام. 4 كوبايات دقيق، 4 بقى كوبايات بمج بقى زي ما انتوا شفتوا كده، كوباية اكبر شوية زي ما انتوا عايزين. 4 كوبايات. حطوا عليهم باكو خميرة فورية، حطوا عليهم بيضتين، تحط عليهم معلقتين لبن بودر، وشوية ملح أهم حاجة، وشوية سكر صغيرين. وتبتدي تسمي الله وتحطي مية دافية. لو انت في الشتاء حطي مية دافية، لو انت في الصيف حطي مية عادية. بصي تعجني بقى كده وتظبطيها بقى، وقرب بقى ما تبتدي تخلصيها وتلميها حطي شوية زيت زيتون. ما عندكيش زيت زيتون حطي شوية زيت، أي زيت أي حاجة المتوفر عندك حطيه، مش هتقول لأ. ولو ما حطيتيش زيت برضو مفيش اي مشكله، بس انا بحب احط شويه زيت في الاخر كده، بيدوا للعجينه طراوه كده وتبقى حاجه حلوه كده. غطيناها بقى وسيبناها تخمر. نيجي بقى نعمل ايه؟ اللحمه بتاعتنا. اللحمه المعصجه بعملها 2 في 1، بدل ما اعمل صلصه لوحدها على العجينه، لا بعمل اللحمه ومعاها الصلصه وبسبكها، وبتبقى الاتنين في واحد مع بعض. هعمل بقى بصلتين هي ونص كيلو لحمه. استغفرك واتوب اليك يا رب. طبعا انا يعني تلاقوا بقي بيتحرك كده، يبقى بقول ايه مثلا بستغفر ربنا، بذكر الله، اي حاجه. نحط بقى حته سمنه بلدي كده، لقيتها كبيره طبعا لان اللحمه فيها كميه دهون برضو، فيها نسبه دهون، فشلت ايه حته وكده. ومظبطه الطماطم اهو ضرباها، كل حاجه عاملاها جنبي ومظبطها. حط بقى نص كيلو اللحمه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شويه فلفل اسود، جبت بقى القطاعه بقى عشان اقطع بقى، واللحمه بتتسبك وبتتظبط اكون بقى قطعت بقى ايه الحاجات اللي انا هحطها على البيتزا. انا بصراحه ولادي ما بيحبوش البيتزا الا باللحمه المفرومه او بالفراخ، ما بيحبوهاش باي نوع تاني بقى، ولا تونه ولا مثلا اسماك ولا جمبري. ولا لو جمبري ماشي اه بيحبوا الجمبري، بس هما بيفضلوها اكتر باللحمه المفرومه. ادم بقى جاي يستطلع وبيقول لي انت بتعملي ايه يا ماما؟ قلت له انا بعمل بيتزا. اللي بجد؟ قلت له اه بجد. انت شايف ايه؟ طبعا بقى هو واقف جنبي بيحب يقف يتفرج معايا، هو بيفكر ان هو بيكلمكم وعمال بقى ايه يطلع لسانه. قلت له عيب ما تطلعش لسانك. قال لي طب هاتي بوسه يا ماما ما تزعليش. هو بيحب يقف جنبي كده. ربنا يحفظه يا رب اللهم امين.
طبعا بقى بقطع بقى فلفل الوان، فلفل اصفر، فلفل احمر، فلفل اخضر، طماطم، بصل. لو حابه بقى تحطي بقى قرن شطه حار مفيش مشكله، حسب اللي بيحب معاكي الحار او العادي. انا عملت صينيه حلوه كده مشطشطه، لان انا من عشاق الحاجه المولعه الشطه. يعني هو حطيت بس ايه، واحده كوبي حمراء، واحده كوبي صفراء، واحد اخضر، بصلتين، طماطمتين، شويه زيتون. بصوا بقى حاجه يعني، لو عندك مشروم حابه تحطي حطي، لان انا ما بحبش المشروم بصراحه. بس لو انت حابه المشروم حطي، يعني حسب. بصي اي حاجه بتحبيها حطيها. ممكن تعملي بيتزا مشكله من كله، حطي براحتك اللي انت عايزاه. الزيتون لقيته كبير شويه قلت اقطعه حتت صغيره كده، عشان ما تبقاش الواحده بوحدتها كده كبيره يجوا ياكلوها تبقى باينه في قلب. ما بحبش الحاجه تبقى باينه قوي. طريقه جميله جدا، جربيها اعتمديها والله هتدعي لي. حاجه كده تحفه. ده بقى قرن شطه بقى حلو كده، شطه خضره كده. طبعا انا لقيتهم في الاخر شويه صغيرين فحبيت ازود برضو. هنا بقى البتاع بتاعتنا ابتدت تتسبك، والعجينه بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طالما ضربتي ايدك كده ولقيتي العجينه خمرت تبقى زي الفل. حط حبه زيت صغيرين كده في الارض. انا بفضل زيت الزيتون لما اكون بعمل بصراحه البيتزا، نقطه صغيره كده. واقسمها بقى كده بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طلعوا 4 بيتزات كبار كبار، يعني دول 4 صواني كبار عندي. بجد حاجه تحفه، يعني الكوبايه طلعت بيتزايه كبيره. تخيلي بقى انت هتشتري البيتزا الواحدة من بره بكام دلوقتي؟ والله بتعدي 150 جنيه، 200 جنيه، يعني بيتزا كبيرة قوي كده تكفي أسرة. لا أنا بقى عملتهم ب4 كوبايات دقيق، 4 كوبايات دقيق ونص كيلو لحمة، واتبقى كتير جدا. فطرنا واتسحرنا، وابني ربنا يجيبه بألف سلامة يا رب كان مسافر الجيش، اديته منها كمان. يعني الحمد لله رب العالمين، البركة لما بتحضر وبنسمي الله في أي حاجة، حاجة بتبقى كتيرة. فردت بقى طبعا كده واحط بقى اللحمه بتاعتي. بصوا فكره اللي انا بقول لكم 2 في 1، عصقت اللحمه حطيت الصلصه معاها 2 في 1. بدل ما تفردي الصلصه وتحطيها وبعد كده تحطي اللحمه، لا انا بحب اعملها كده. ترشي بقى شويه بقى حاجات كده من التحابيش اللي انت عاملاها، وشويه جبنه كده. وكانت سريعه وخفيفه، بجد كانت سريعه وخفيفه وخلصتها بسرعه. الجبنه دي انا بحبها، وبحب الجبنه السايبه برضو. هوريها لكم لما دي تخلص هوريها لكم تشوفوها من فتح الله. نفرد كده بسم الله الرحمن الرحيم. العجينه طلعت جميله وطريه وبتتفرد معاكي بكل سهوله. هعمل بقى المربعه دي، يعني مسافه ما حطيتها العجينه نفشت اكتر وزادت، وحاجه تحفه. بصوا اللهم صل على النبي. جيب بقى الصينيه الرابعه بايدك كده، روحه جايب ايدك كده وتوسعي، وتبقى عشان ما تبقاش حته تخينه وحته ايه رفيعه. توسعي في ايدك كده وتعملي كله زي بعض. بسم الله ما شاء الله عليكي يا نشوى. اللي يوصل لحد هنا يقول نشوى بتعمل عظمه يا جماعه. انا بعمل عظمه، بسم الله ما شاء الله، العظمه لله وحده سبحانه وتعالى. نفرد بقى اللحمه بتاعتنا بقى ونظبط. شويه بقى تحابيش كده، بصل على فلفل الوان على طماطم على زيتون، وحطي بقى الجبنه، ولو عندك جبنه زياده غرقي جبنه. الصينيه التالتة بسم الله ما شاء الله. انا والله بفكر افتح محل بيتزا، او اعمل مثلا اوردرات بيتزا بس، واسيب بقى من المحاشي والفراخ والحمام، اعمل بيتزا بس. ده انا بصوا هبقى مليونيره. حبيت بقى اعمل دي بقى مولعه، جبت قرنين كده حاميين حاميين قوي قوي، وقلت بقى هعملها بقى كده للي بيحابب ياكل معايا حاميه. بصراحه دي اتاكلت قبل اي حاجه، اللي ما كانش بيحب الحامي حبه. ننزل بقى بالجبنه بقى، غرقي جبنه، وعندك بصي 2 كيلو جبنه حطي. انا الكيس ده خلصته وطلعت نص كيلو كمان من السايبه اللي جابها من فتح الله. ادت ميكس كده جميل قوي، لان دي بيضه واللي انا جايباها من فتح الله موتزاريلا الصفراء.
كده خلصت بقى. هطلع بقى ايه، كيس لا او طبق اهو نص كيلو، حبيت بقى احطها بقى عليها بقى. ادت بصراحة، ودت البيتزا في حتة تانية خالص. صفرة مع البيضة كده ادت مطة وجمال مش عايزة اقول لكم. طبعا انا فاتحة الفرن وهو كده يعني فاتحاه كده موطياه. بسم الله ما شاء الله. بصوا الطعامة، بصوا الحلاوة، بصوا الجمال. ايه الجمال ده. وده فانوس محمود بقى. بشوفكم على خير.